السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد. مرحبا بكم حبابي على قناتي شيوات سكر. نتمنى تكونوا عيدتم مزيانين وما ناقصكم حتى شي خير. نتمنى تكونوا بخير نتوما والاهل والاحباب والاقارب. توحشتكم بزاف وجيتكم اليوم بهذا الفيديو. هذا الطبيله اللي حطيت في العيد او لا الحلويات، يعني اكيد كيكونوا الفطائر المغربيه اللي لا يعلى عليها، ومجموعه من الحلويات مغربيه تقليديه. هنايا كتشوفوا كعب غزال وجدته بيديا، كعب غزال الاصلي التقليدي، ما كاين لا زواق لا ملونات لا نقش لا حتى شي حاجه، تقليدي 100%. هنا كاينه الغريبه ديال اللوز، الغريبه اللي شاركتها معكم في القناه ناجحه مليون في المية. كتجي مفقعه، كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت اقتصاديه. هذه هي الغريبه المغربيه التقليديه الاصيليه. هذا فقط نوع واحد من الغريبات، لانه كاين الغريبه المعلكه، كاين الغريبه المرمله، كاين الغريبه اللي كتذوب في الفم. كاين بزاف ديال الانواع، يعني لا تعد ولا تحصى. ضروري شي نوع يكون عندنا في العيد، يعني عيد الفطر او عيد الاضحى. هنا الصابلي بريستيج. هذا الصابلي هذا مازال غادي نشاركه معكم بالبندق والنوتيلا، كيجي رائع. هذا الصابلي هذا عليه الطلب بزاف، راقي في الذوق ديالو، كيجي بنين بنين بزاف. وهذاك الميكس ديال البندق مع النوتيلا كيخلي واحد الصابلي لا يعلى عليه. وبالنسبه للاقتصاد راه اقتصادي بزاف، لان ما كنستخدموش كميه كبيره من البندق. هذا الصابلي العادي اللي كنا كنديروه زمان بالمربى، درتو بالكراميل بوغ صالي بالشوكولا بلون. هذاك الكراميل بوغ صالي بالشوكولا بلون كيجي معلك، كيجي لذيذ، كيجي مختلف على الكراميل العادي. وكذلك زينته باللوز، كيجي رائع ولذيذ. بالنسبه لثمن البيع فكل شيء رخيص ولا غلى على مسكين، يعني واخا تشوفوا الشكل فالثمن رخيص رخيص بزاف. بالنسبه للصابلي نتاع البندق فالثمن ديالو 90 درهم، الصابلي ديال اللوز والكراميل الثمن ديالو 40 درهم. بالنسبه للغريبات الثمن ديالهم كذلك 40 درهم. بالنسبه لكعب غزال فالثمن ديالو 100 درهم. وارخص من هذه الاثمنه هذه ما كانش بطبيعه الحال. الذوق رائع، الجوده يا سلام، ونبقاو ما نحتاجش نقول لكم. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا عيد زوين. هنا كتشوفوا هاد الغريبات هادو ديال الشكلاط، راه كيجيو دايبين من الداخل، كيجي فيهم واحد الذوق اكثر من رائع. كاملين شاركتهم معكم في القناه، ما بخلت عليكم حتى بشي حاجه. شاركت معكم حتى طريقه الاحتفاظ وكيفاش يبقاو لكم مده طويله بنفس النكهه. هاد الغريبات هادو اللي ضروري ما يكونوا ولو شكل واحد في المائده ديالنا. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي فكنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد في عالم الحلويات والطبخ. بالنسبه للحلويات التقليديه فكنحاولوا ما نغيروش فيها نهائيا، ولكن الحلويات العصريه كنحاولوا دائما نجيبوا الجديد، نكهات مختلفه، اذواق مختلفه. كنحاولوا نسيروا العصر وكنحاولوا نرضيو الزبناء والاذواق ديالهم، كل واحد على حسب الذوق اللي كيبغيه، كل واحد على حسب فلوسه. يعني حتى شي حد ما يتنحقر، اللي باغي باللوز غياخد باللوز، اللي باغي عادي غياخد عادي، اللي باغي رخيص ياخد رخيص وياخدو بجودة عالية. هادشي اللي نوصيكم عليه، انكم تخدموا من قلبكم. حاولوا تخليوا البصمة ديالكم في اي مجال، حاولوا ان الناس يهضروا عليكم دائما بالخير وما يشدوش عليكم الغلط. ودائما ولو انكم تخسروا من جيبكم حاولوا انكم ترضيوا الناس. هكذا غادي تكونوا دائما في الربح وفي الخير، ونتمنى لكم غير الخير. وكيف ما قلت لكم عيدكم مبارك سعيد. نلقاكم في فيديوهات قادمه، تهلاو في راسكم بزاف، ما تنساونيش بجام.